مرحبا حبايبي، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بألف خير، وان شاء الله تكونون بصحة وسلامة وسعادة وحب يا ربي. وهسه يا بعد قلبي تعالوا خلنا اقول لكم اعذروني على التأخير. صار لي ايش كتر 10 ايام مش كتر ما منزلة فيديو. ادري بروح مقصرة، بس بعد ايش اسوي يا بعد قليباتي يا حياتي انتن. وهسه شوفوا لي شلون غيرت الصالة وشين رايكم بيها من البداية للنهاية. طبعا ما شاركت وياكم باقي تفاصيل تنظيف وغيره ومسح وما ادري شنو، يعني هو نفس الروتين كله نفس الشي، غسل ونفس الشي يمسح وهاي السوالف. بس قلت خليه شوية من هيك باب الحافز، حافز هشي شوية نعطيكم للتغيير. طبعا واحد إذا يغير فد شي يعني ما أدري بالبيت تحس إيش براحة نفسية. وهسه شين رأيكم يا بنات؟ تخلصت من هاي الغرفات اللي كان ألبسها الثنين هذا، حاطتهم شالعات قلبي. حصرت هاي القعدة بصراحة مستعملة مو جديدة، يردون يبيعوها، فقلت خلي آخذها وخليها في الصالة هنا، حلوة القعدة بيها. بما انه جاينا شتاء واكثر القعدة مالتنا راح تصير بالصالة، فشني هاي الغرفات شفتوا بنات التنين خليتها هاي وحدة من هنا ورا الباب. دائما ابو بنينة دائما اول ما يطب يحب يقعد مثلا هيك غريب عن الهاي. تكرمون ازيد الاوقات ما ينزع حداءه، تكرمون حداء برا ينزع داخل البيت. فهاي مشكلت لي عقدة نفسية بصراحة، وما أعرف شلون أتخلص من عندها. دائما لازم ينزع داخل الصالة، مستحيل يعرف ينزع برا. وهاي يومية احنا على هاي الحالة، يابا لا تنزع، يابا انزع برا. بعد هي هاي السولة متعود عليها، على قولة عمتي اللي هي أمه تقولي لا تعبين روحك ولا تحجين. أنا صار لي سنين أحكي ويا أبو وما فات، تريدين انتي ابن عودك؟ لا، نفس الشي. ساعات أسكت وساعات لا والله، خاصة إذا كنت تستوني منظفة وغاسلة وملمعة ويجي هو يا ما تدرون شنو يصير. أحس هيك عطاب عطاب يطلع هيك من دخان، الدخان يطلع من ذاناتي. كنت أضحك ها. وهسي تعالوا يا بعد قلبي، بعد ما نظفنا وكملنا وعطرنا ومسحنا وغسلنا نسوي غدانا. هنا شفتوا حمست لي راسي من البصل وخليت شوية يعني ياخذ اللون الجوزي، حتى شنو يطلع النكهة مالته بالتمن. وبعد ما نكمل طبخاتنا للتمن، وما ننسى الملح أكيد، ها مو تنسوا الملح وتسوونه ماسخ. دير بالكن دير بالكن. بس أنا قلت درين تسوون إذا رسيتن اليوم بدون التمن بدون ملح، خلى الملح بشوية ماي، يعني الملح الكمية الملح مالت التمن خلوه بشوية ماي وهو قاعد يسكر. ضيفوه عليه وشبشت هذه وقلبوا التمن وخلوه يطلع لكم. لك ما ناسين ملح. شفتوا شلون أنا المنقذة نغدت شنن هاي السالفة. وهسه راح نخلي هذا التمن، طبعا هذا مال الحصة مخلص تمني الحلو. وشني ضلينا ما يرضى يجيب لنا العينتين، يقول عادي هذا التمن ما بيه شي حلو. وهسه هنا عندنا هذا الدهن حر بنات، أريد أسوي بيه هذا التمر. هذا التمر شوية يابس فما ينوكل، ليش ينشمر؟ فتعال خل أحمسك بهذا الدهن الحر، يعطينا نكهة مو طبيعية إله. طبعا للعلم أنا ما أحبه، بس أسوي على مود أبو بنينة يحبه، يحب ويا يعني الدهن الحر ويا التمر. اكو هواي يسوونه يحمسونه بطحين وهالسوالف، فأنا ما أخلي طحين، خلي بس زبد وسمسم. وشفتوا هسه راح ينقلب شكله فوق حجر. هسه هنا يقولك وسخ ما جنه، غاسلته وجالفته جلفة معدلة وماسحته مسحة معدلة. شنو ماسحته؟ منشفته عن الماي لا يظل بيه ماي. مبين شكله أملح، فهو ما أدري يعني هيجي شكله ما أدري شنو. المهم وهسه هنا خلي على نار شوية، لا هي عالية ولا هي ناصية، ونظل هنا نسوي بيه هيك حد ما تلين عندنا التمرة ونحمسه. هنا عندي هذا السمسم هيك جاي أرش هيك رشات عليه، أشوف إيش كتر أحتاج. وهذا هو. وإذا تحبون تحطون إضافات أنتم من يمكن، بعد هذا الشي راجع لكم. هاي المطحون حبة حلوة، أنا حبة حلوة أبد ما أحبها، أعداء أنا وياهم. فيا بعد قلبي أنتو كيفكم، الشي يرجع لكم. وهسه هنا بعد ما طفيتها حمست شوية. هنا على فكرة انطفت الكهرباء
والمطبخ شوي صار ظلمة لين أنا لغي الشباك مالته من برا. طبوا بالشمس علي حيل حيل شلع قلبي. فسادته من برا داقة عليه، وصلت بطانية ولغيته عمود لا يطب الشمس على البيت. هاي ورا الظهر يصير السيراميك مال المطبخ حار قد ما تطب الشمس قوية تدور على البيت مالي. وهسه تعالوا هنا شوفوا ايش راح نسوي. شو يسمونه هذا انتو؟ السمك. ناس تسميه زوري، ناس تسميه حرش، ناس تسميه سمك، والمهم كله سمك. فعندي هذا السمك الزغار، اخوي ربي يحفظه ويطول بعمره انطاني اياه من رحت لاهلي. ما قليت لكم رحت لاهلي ورجعت، هو يوم واحد ما يحتاج واحد حتى ما لحقته شوف شي. هيك رحنا يوم واحد ورجعنا. فهو كان خطية هناك، بعده كان ما صار دوامه كان يقول لي خذي هاي السمكات وياك. يا بعد قلبي تدري بي انا احب السمك هذا الزغار، هذا الشهانة بنات، طعم مالته يجنن، خاصة اذا يكون هيك مغرمش. هسه راح تقولون شنو هاي تحطينه بالطحين؟ اي بنات انا ما اسوي ما بهره، احط بهارات ويا الطحين وبهاي الطريقة نخليه بهاي الطريقة يصير لنا يطلع لنا مقرمش ويخبل وكنا العافية. وهنا دمرت ايدي الطحين، بعد خلنا نغسلها ونروح نكمل. طبعا تدرون بنات اتحقد من هذا المصفى اللي بالسينك، بس بعد شو اسوي عمود لا يطيح تمن. وهسه شوفوا لي المناظر تحكي وتتكلم على قول السمسم، والبطون تتألم. وهذا المنظر الجميل مالت السمك ويلي مقرمش وكنا العافية. واكيد اللبن ما ننساه، اكيد الشغلة الاساسية بالصيف هي اللبن. وما عليكم هذا راس البصل كاسرته ببطن الصينية، يلا ما احتاج صحن عادي، هو راح ينوكل بعد شني. يا اختي التواضع حلو يا حبيبي. ساعة اروح احط صحن وهالسوالف وتشوفوني، لا عادي والله عادي صراحة. ساعات اخليه بصحن وادوف اخليه بالسماك، وساعات اقصنه هيك مال استعجال. اذا مستعجلة لا والله هيك بسرعة بسرعة قصيته وخليته بالصينية وخدته. وهسه تعالوا خلينا نعطيكم هاي الوصفة مالت كعك ابو السمسم دي تجنن بنات، صدق تجنن، يعني يطلع نفس مالت السوق ولا غلطة بيه. شوفوا بنات هنا شنو ضفت 3 قلاصات طحين، نص قلاص حليب بودرة، نص قلاص شكر، وراح اضيفا بنات قلاص زيت. هسه هنا راح اضيف نص قلاص، وبعدين راح يشوفون اضيف قلاص نص العفو يصير قلاص. فانتو شو تسوون؟ انتو ضيفوا القلاص كله سويه. انا بصراحة صار فترة ما مسويته فتاهت علي عبالي نص قلاص، تالي تذكرت انا اخلي قلاص كامل. وهاي هنا عندنا نكهة مالت الفانيلا، طبعا ما استغني عنها نهائيا بنات، نكهة الفانيلا فد شي. هاي نص القلاص الماي، وهسه ذكرت نص قلاص الزيت وارجع اضيفنه، وما تاخذ وقت وشغلكم فد يعني فد شي طلعت. هاي ضفنا نص القلاص وهسه راح نعجنها. حتى عجن ما تحتاج، هيك بس نلامسها ويا المواد كلها سوية وكل شي ما يرادلها. انصحكن تسوونها، تفيد العصريات، تفيد للجهار، تفيد اي واحد يجيكم خطار على غفلة، فما ياخذ من عندكم اي وقت. اسويها واقدمها ويا قلاص عصير او ويا قلاص شاي، تنطيكم فد شي يعني الطعم مالتها. شوف العجينة مالتها شلون صارت حلوة تجنن. وهذا هو، ما تحتاج اي شي، حتى ما تحتاج نخليها ترتاح ولا غيرها. هاي خليتها منا بين ما رحت حضرت السمسم. ايش سويت له؟ هاي شو اسمه، حمصته مدري حمرته، المهم ما ادري شنو يسمونه. وحطيت لي ورق الزبدة بالصينية، اي صينية عندكم عادي. وهسه نغمسها هنا بطن السمسم. طبعا للعلم خلنا اقول لكم هنا نسيت سويت 2، ونسيت انا ما حاطة شكر على السمسم. طبعا رجعت بعدين همين رجعت قطست مرة ثانية ورا ما حطيت الشكر. شوفوا ناسية ما خلى الشكر، اقول شنو ناسية. وما عليكم صوتي ما ادري شنو صاير بي اليوم، ما ادري خن ما ادري منعسة لين جاي منتج الصراحة بالليل على نومة البنات. بنات اذا قعدت مستحيل يخلني اسوي شي.
وهسه راح اسوي وياكم ايش كم وحدة واقطع التصوير وارجع وياكم بعد ما اكمل، لان اذا ارجع اسوي وياكم راح يصير الفيديو كلش طويل وراح تملونه. وها شوفوا بنات تشكيلتها سهلة وكل شي ما يحتاج لها لا قالب لا شي، لا ابد ابد كل شي ما يراد لها، ها مجرد ما بالايد. وهسه بعد ما نكمل هسه راح ندخلها الفرن على درجة حرارة يعني شقلكم 150 هيج من فوق وجوا. اذا ما يشتغل من فوقها عادي شغلوا بالبداية جو بعدين فوق. وشقلكم بنات يعني الطعم مالته والغرمشة ولا تجنن كلش نفس مالة السوق جاهز. وهسه التقيكم في فيديو جديد مع الف سلامة، باي باي. خلص فيديونا بسرعة.